قبل اي كلام نفتكر اخواتنا في غزة بالدعاء، ربنا يثبت اقدامهم وربنا ينصرهم النصر القريب ليهم بمشيئة الله. و يعني يا بختهم هم في الجنة، فعايزين كلنا نكون فاكرينهم. خليني بقى اقول لكم كده، بسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. ايوه زي ما انتم شايفين كده في عنوان الفيديو، عيد جوازي الرابع. ربنا ما يغير عليا، ويا رب يفرح قلوبنا جميعا، ويا رب يفرح قلوب الناس كلها. بس انا بعد ما لبست واتشيكت وكل حاجه كانت تمام، انا اختكم عايشه في غيبوبه شويه، عارفين لو فرحتي اتكسرت، حاجه غريبه حصلت لي. اكيد كلنا مرينا بالوضع ده مش انا بس. المهم ان انا عايزاكم تحطوا لايكات كتير عشان تتابعوا معايا اليوم كده بتفاصيله، وتشاركوني بقى كده فرحتي اللي الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما كملتش. فحطوا لايكات كتير وشيروا الفيديو في كل مكان، ولو انت جديده يا ست الكل تشتركي في القناه وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك زغروطه من قناتي، اشعار بكل لايف او بوست او فيديو جديد بمشيئه الله هقدمه معاكي الفتره الجايه. المهم يا اخواتي، طبعا انا ما كنتش هعرف ان انا احتفل ولا اخرج من البيت حتى بسبب اولادي، بس اتصرفت كده واتصلت بامي الست الكمل الجميله اللي ربنا يا رب يبارك لي في صحتها وفي عافيتها وربنا يحفظها لنا كده، واتصلت بيها وقلت لها تعالي يا ستي الحقيني، انا عيد جوازي وعاوزه اخرج واحتفل بقى وتعالي لي. طبعا هي جاتني، بس جاتني متاخر برضو، فكان لازم انقذ ما يمكن انقاذه عشان ما اسيبش عيالي كده واسيب الدنيا مبهوقه مني وفلسه عنها. المهم بدأنا اليوم مع بعض باللانش بوكس بتاع عموري، وظبطنا دنيتنا والدنيا كانت حلوه وماما حلوه وكله حلو. عملت بقى كوبايه النسكافيه ولله الحمد باظت والعيب كان في اللبن. بس تعالوا شوفوا عموري عمل معايا ايه. تعالى اقول لك على حاجه. خد تعالى، هو ده اللي احنا اتفقنا عليه؟ ازاي ما اكلتش ولا سندوتش؟ كل اللانش بوكس زي ما هو ولا سندوتش؟ ده انا بعمل لك بالزياده عشان تاكل والباقي ترجعه ماشي، بس مش ترجع بالمم كله. ولا واحد كلته ولا واحد. ايه عصير يا ماما؟ عصير يا ماما. استنى انا بكلمك. انت ليه ما اكلتش اي حاجه؟ ما اكلش غير الكيكه، كنت حاطه له كيكه. راجع بكل حاجه. بقي كيكه. كلت الكيكه كلها ولا بكلمك؟ بص اسمعني، ازاي تعمل كده؟ انا زعلانه منك. طب والمام اللي ما تاكلش ده من الصبح لغايه دلوقتي من غير ولا لقمه، ازاي هيقع؟ لا مش هيقع، ما تخافش. والله العظيم عامله له سندوتشات بزياده عشان ياكل ويجيب الباقي معاه. ما كلش ولا واحد. لانش بوكس زي ما هو. طبعا شفتوا يا اخواتي اللي عموري عمله، كنت خايفه وقلقانه ازاي قعد من الساعه مثلا 8 ولا 9 الصبح لغايه لغايه اما جه اخر النهار، يعني من غير لا فطار ولا غدا. معقوله؟ في الاخر بقى اكتشفت ان يعني ربنا يا رب يبارك للمدرسين هناك، هم اكلوه من اكل الحضانه، ما كلش الاكل بتاعه، فربنا يا رب يجازيهم كل الخير. في ايام معينه كده هم بيعملوا فيها اكل وبيتشاركوا كلهم مع بعض يعني. المهم يا اخواتي، بدات بقى كده اوريكم يومي ماشي ازاي قبل ما ابتدي ان انا اجهز نفسي يعني، وتشوفوا الطقم اللي انا هلبسه. فضلت خيركم بقى، انا كان عندي الفراخ جهزتها، قلت اجهز اكل للاولاد واظبط دنيتي قبل ما امشي، فمسكت الفراخ غسلتها كويس جدا ونضفتها وبدات ان انا احطها تتسلق. عايزه اقول لكم اللي فيها ده يا بنات كان اللهم صل على النبي فلفل اسمر. انا بنضف الحله على فكره، الحواف بتاعتها بجيب بقى منديل كده نضيف والم جوانب الحله وانضفها، مع العلم ان انا اصلا مش بحفظ الاكل في الحلل، انا بفضيه في علب. هنا كنت بتكلم مع عموري واديته شاور وظبطت الدنيا وحميت عيالي وغيرت لهم قبل والدتي ما تيجي، عشان لما تيجي ما تتعبش مع العيال، فاهميني؟ تبقى كل حاجه رايقه كده، يا دوبك بس العيال هيتغدوا ولا يتعشوا وخلاص يعني يناموا. فالمهم بقى يا اخواتي، عشان ابتدي ان انا اقنعهم بقى كده واهيئهم ان هم يقعدوا كده ويلعبوا شويه، وابدا ان انا اجهز نفسي واخد الشاور بتاعي والبس بقى الطقم اللي انتوا هتشوفوه ده. خد يا بنت، خد يا بنت، خد يا بنت، خد يا بنت، خد يا بنت. كنت بتعملي ايه؟ تاكلي اكل اختك يا مجرمه؟ انت كمان بتضحكي؟ انت عاوزين مني طبعا ايه؟ الست تيتوي بتنكف فيا وقعدت تلعب في الاكل بتاع اختها، كنت محضره لها سيريلاك ولقيتها هي بتلعب في اكلها يعني وكده.
المهم يا اخواتي، الحمد لله الحمد لله ربنا نعم عليا، ويعني انقذت ما يمكن انقاذه زي ما قلت لكم قبل والدتي ما تيجي، واخدت الشاور بتاعي وظبطت الدنيا. طبعا كان صعب جدا في وجود الاطفال ان هم بقى ايه صاحيين وكلهم حواليا، بس ايه مقلقه بقى كل شويه يا واد يا بت انتوا هنا، طب والغيهم بقى واقعد انادي عليهم وبتاع عشان اتاكد بس ان هم بامان، لان ليهم معايا مواقف يعني مش حلوه خالص في ان هم يتسابوا لوحدهم. بدات بقى الف الطرحه معاكم زي ما انتم شايفين. طبعا كنت خلصت كل حاجه، مش هعرف طبعا ان انا احط ميك اب ولا اي حاجه وانا لوحدي، لان لازم يعني اولادي يا ربنا يحميهم بيبقوا حواليا، اللي بيزن اللي بيعيط اللي محتاج مش عارفه منديل اللي عاوز يشرب انبو، فلازم يبقى معايا حد يعني، وكمان عشان يقعد بيهم. المهم يا اخواتي حطيت ميك اب خفيف كده، مش عارفه يعجبكم ولا لا، بس هحاول ان انا اوريكم يعني اللوك النهائي. ولفيت الطرحه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما كانش هينفع خالص الفها بطريقتي العاديه اللي هو يبقى طرف كده من قدام وطرف من ورا. وبدات طبعا اخليها وابين الياقه بتاعه البلوزه، لان هي الياقه بتاعتها فيها كرانيش زي الكمام بالظبط، وشكلها يعني حلو كده، شكلها بناتيتي كده عسل. وبس نظبط نفسنا بقى كده، نحط مخمريه عشان تبقى ريحتنا كده حلوه، وكمان هنحط برضو برفيوم، وهنظبط الدنيا. يعني انا قليل قوي لما يكون عندي مناسبه وابدا ان انا اجهز لها طقم. طبعا كنت محتاره ومش عارفه اعمل ايه، بس البنطلون الشلستون اللي انا اشتريته ووريته لكم في مشترياتي ده جه في وقته ونفعني. عايزه اقول لكم ان هو كان شكله شيك جدا في اللبس وشكله حلو، وكمان مش بيشف الجسم خالص. هو على فكره سبورت كده وخامته مريحه قوي وترتاحي وانتي لابساه كمان. بس بدات كمان البس الكوليه ده، وهطلع بقى الغوايش الذهب بتوعي كمان كده البسهم. دول بقى ما بيطلعوش غير في المناسبات يعني. عايزه اقول لكم بعيدا عن اي حاجه وعن فرحتي في اليوم ده، اقسم بالله العظيم يا بنات ان انا ما كنت متابعه اخبار ولا اعرف اي حاجه خالص، وفي حظي يعني في حظي يعني مش عارفه اقول ده حظ عامل ازاي. بص ده كده اللوك النهائي، مش عارفه اقول لكم انا حظي كان عامل ازاي. بس بعد يعني انا ظبطت نفسي كده، وكان لسه ابو عمر ما جاش ياخدني عشان نخرج، وطلعت لايف على الفيس ماشي، وكانت الدنيا حلوه والناس كلها مبسوطه وفرحانه وحلوين ومحتفله بقى، والناس كلها عاجبها اللوك في الحقيقه، والطقم هياكل منك حته يا نور وجميل. وعايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله ان يعني اللايف ده وصل عندي العدد كويس جدا، وطبعا بنسبه 99%. بس يا عموري بنسبة 99%، يعني تعليقات كلها جميلة وتشرح القلب. قليل جدا اللي يعني ايه تحس جواه غل وحقد كده. بس فجأة يا اخواتي اروح وانا مروحة في الطريق بفتح كده بالصدفة اشوف يعني ايه اللي بيحصل، يعني ردود الناس عاملة ازاي. انتي طالعة لايف والدنيا خربانة، انتي طالعة لايف ومش عارفة غزة فيها ايه، وانا والله العظيم ما كنت متابعة ولا اعرف اي حاجة. ده اللي اخرني ان انا انزل لكم الفيديو ده بصراحه، هو اللي اخرني ان انا اوريكم احتفالي باليوم ده كان عامل ازاي، وازاي ان انا كنت فرحانه ومبسوطه. وبعد ما لبست واتشيكت، عارفين الواحد بقى يأنف في نفسه، يعني كلنا طبعا بنمر بالظروف دي، بس احنا ما فيش بايدينا حاجه نعملها، ما فيش بايدينا حاجه نقدمها. يعني حضرتك بتاكلي وبتشربي وعايشه حياتك، وانا كمان غصب عني لازم اقف واعمل اكل واشوف عيالي واخدمهم، واكيد عايشه حياتي بالحلو والوحش اللي فيها. فطبعا قلوبنا معاهم، واحنا طبعا واحد واخوات وكل حاجه، واللي يوجعهم يوجعنا. بس اقسم بالله يا بنات، اقسم بالله انا ما كنت متابعه ولا اعرف اي حاجه في اي حاجه، ويشهد عليا ربنا شاهد على كل شيء. طبعا يعني مش عارفه، مش لاقي اي كلام اقوله، عشان كده اتاخرت عليكم قبل ما انزل الفيديو ده، وصراحه ما كنتش هنزله اصلا. بس يعني انا بشارككم الحاجه الحلوه، الجانب الايجابي، ولو حاجه تعباني او حاجه موقف مع اولادي برضو بشاركه. يمكن عشان كده عارفين هتحسوا في نبره صوتي ان انا برضو مش في نفس لحظه فرحتي، يعني لا يدخل على اللايف ده يشوف قد ايه انا كنت فرحانه ومبسوطه وبرقص من فرحه. انما دلوقتي حاليا طبعا لا، الوضع مختلف تماما. المهم يا اخواتي، احنا بقى خروجتنا كانت عباره عن ايه؟ احنا خرجنا، حجز لنا كده حفله في سينما، ودخلنا الفيلم اللي هو بتاع بس يا عمر ستيف اوستن تقريبا اسمه كده، انا بتلخبط بينه وما بين ارنولد مش عارفه ليه، بس هو تقريبا ستيف اوستن. الجزء الاخير بتاعه كان فيه اعلانات، طبعا هو ممنوع هناك التصوير، فما كانش ينفع ان انا اصور. هو ده الفيلم اللي احنا دخلناه. انا بعشق قوي الافلام دي، والحمد لله ان انا وجوزي تيم واحد، يعني ميولنا واحده واذواقنا واحده في الافلام. بس والله يا اخواتي معلش بعتذر على الدوشه اللي اولادي عاملينها.
المهم بقى في الاستراحه نزلنا كده وجبنا الفشار، جبناه بالكراميل وطعمه كان حلو قوي، بس الصراحه وطالي ضغطي قوي 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 قوي. وبعد ما خلصنا اشترينا عشاء، وعشان ما نتاخرش على الاولاد روحنا بقى ناكل في البيت. طب يا ست الكل مش انتي عامله اكل؟ والله يا اختي عامله اكل، بس طبعا ده يعني يوم خاص وفرحه خاصه، فيعني قررنا ان احنا نتعشى وبس فيه. والله يا اخواتي، يعني ده كان فيديو النهارده، وده كان احتفالي البسيط. خرجنا الخروجه اللي ما بتجيش غير كل قرن مره، ولو جت اصلا. وعايزه اقول لكم في الطبيعي خروجاتنا بتكون من بيت لبيت، يا اما بيوديني عند ابويا، يا اما بنروح عند عمه العيال، وشكرا على كده. فطبعا اليوم كان بالنسبه لي خروجه بقى بعد اشتياق، فلا يوم مميز، فلازم الواحد يجهز له يعني. فلو عجبك بقى فيديو النهارده والحمد لله يعني احتفالي البسيط، ما تنسينيش بلايكات ودعوات كتير، واسيبك في حفظ الله ورعايته، ومع السلامه يا اختي.